الدورة 22 من البطولة الوطنية برسم جائزة الحسن الثاني لتبوريدا. الجولة الأولى من الدور النهائي أعطت تقدم صربة حميد صرفاق عن مدينة اليوسفية في الترتيب العام المؤقت. قائمة بالعشي وياسي المعسي. هكذا كانت الأجواء بدار السلام، حضور قياسي لعدد الجمهور العاشق لتبوريدا. 3 ساعات من الفرجة والمتابعة عن قرب لأطوار الجولة الأولى للدور النهائي البطولة الوطنية لتبوريدا. الجمهور في المستوى تبارك الله، التنظيم في المستوى، وحتى اللعب كان في المستوى. الحمد لله اليوم التنقيط عادي، وغدا التنقيط غيكون مضاعف. المستوى كانت 100% الحمد لله، اللي هي خلات فرجه ديال تبارك الله هذا الجمهور اللي هو حضر اليوم على بكتله، والحمد لله كانت فرجه رائعه الحمد لله. بعد يوم راح دخلت الصربات هذا اليوم أرضية التباري. صربة حميد صرفاق عن اليوسفية احتلت المرتبة الأولى في الترتيب العام المؤقت، متبوعة بصربة حارث اليوسفي من الجديدة وصربة محمد كيسن عن مراكش في المرتبة الثالثة. أما المركز الرابع يحتله حاليا المقدم رشيد الياقوت عن مدينة بني ملال، وصربة المقدم أسامة العسري من المحمدية في المركز الخامس. وانا في حد الساعه بان هاد الناس هادو اللي بقاو في الدور الثاني ولا اللي تقصاو في الدور الاول بانهم ابطال، انهم جاو وصلوا حتى بعد قطعوا واحد اشواط كثيره باش يوصلوا هنا لدار السلام. كنتمناو حد موفق، وهادو هنايا ملي كتشوف هاد الشباب تا هما بينوا على العلو والكعب ديالهم، دونك هذا راه كيبينوا حتى الفئات الصغرى بينت بان هناك استمراريه وتثمين ديال هذا الموروث الثقافي اللامادي. حتى وتفوت طلقة البارود بين الصربات هذا اليوم، تبقى الحدود مفتوحة في اليوم الأخير، فكل الاحتمالات واردة، خصوصا وأن التنقيط غدا سيكون